الخير والفل والياسمين، مساءكم سعادة. احنا اليوم بطريقنا من الشارقة إلى رأس الخيمة. رأس الخيمة من الإمارات اللي فعلا كثير بنحبها وكثير بنحب فنادقها، مريحة جميلة، أغلبها منتجعات، مش أغلبها، في هيك وهيك، بس احنا اليوم رايحين على منتجع هيلتون رأس الخيمة. الحقيقة إنه من المنتجعات اللي كويسة كثير وحلوة كثير، خصوصا للأطفال. تقريبا رح تاخد منا وقت من الشارقة لرأس الخيمة ساعة ونص حسب المنطقة. لو رايحين على الجزيرة الحمراء تقريبا ساعة و10 دقائق، بس عشان رايحين جوا المدينة لا، رح تاخد تقريبا ساعة ونص. الأوتيل نزلنا فيه قبل هيك، أحلى ما فيه صراحة الخدمات اللي فيه، اللي هي برك السباحة كتير كتير حلوة للأطفال. كان في عيب صغير، ولما حكينا بالموضوع يعني ما تتخيلوا قديش كانوا متعاونين جدا 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 معنا، وما زالوا صراحة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني إدارة الفندق مراعية خدمات الناس تنزل عندهم. الحلو إنه طول ما إحنا ماشيين تلاقوا محطات بنزين. جوا محطات البنزين طبعا في سوبر ماركتس، في محلات سندويشات. احنا الحقيقة مرينا على متاجر اللي جنب الجامعة، جامعة الشارقة، اشترينا سندويشات ماكدونالدز وإشي للأصغار، واحنا أكلنا سندويشات فلافل من عند أطيب فلافل، وهلا متسهلين. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إمارة رأس الخيمة. هذا الأستاذ صبري مدير الاستقبال في فندق هيلتون راس الخيمة. ما شاء الله التعاون عندهم عظيم. على طول مجرد دخلنا خلصنا شؤون التشيك ان، حنطلع على غرفتنا نفرجيكم اياها. Yes, 3310. Thank you. احنا الاصل حاجزينها كونكتد روم، بس الروم الثانية طلعت للاسف داخل عليها هيك ريحة مش لذيذة، فبدلوا لنا اياها هم حتى قبل ما نشوفها، قبل ما نحكي. كيف الغرفة؟ بس سويت طبعا، احنا حاجزين سويت مطل على البحر. كيف؟ قديش غرفتكم انتم ماما؟ هاي الغرفة الثانية تاعت بنتي وبناتها. شوي ماما فرجيهم الإطلالة من هون. احنا تشوفونا من هون لي، صح؟ في هون بيتش كلوب للأطفال، وهناك السحاسيل كمان. شوفوا أحمد ابني شو جايب لبنات أخته، حبيبي الله يرضى عليهم، مفاجأة. والأطفال كلهم بالبركة صاروا بدهم يركبوا عليه. أحمد سامعين؟ بدنا ناكل. هلا رايحين على النعيم مول. راس الخيمة فيها عدة مولات. هلا المولات هون صغار مش كثير كبار زي دبي، بس والله المرة الماضية جينا على مول نسيت اسمه كان حلو. وهلا هذا النعيم مول. النعيم فوق مول في عدة مطاعم وعدة محلات، خلينا نجرب.
لما دخلنا على المول لقينا سوبر ماركت كتير كبير اسمه سبار. هذا ساوث افريكان، من ساوث افريكا السوبر ماركت. وبنفس الوقت في عندهم فوق للجملة، اللي بحب يشتري بالجملة الأسعار طبعا بتكون أقل. كنافة كافي. أنا أول مرة أجي على النعيم مول. قررنا نتغدى بمطعم جاليتوز. مطعم جاليتوز زي ناندوز، مطعم برتغالي للدجاج المشوي على اللهب كاتبين. شوفوا شو لقينا قعدة عندهم. لقينا عندهم قعدة برا، واحنا عن جد كان نفسنا نقعد برا، بدناش نقعد جوا. الحمد لله رب العالمين. وين؟ على البحر. تخيلوا هذا ممشى الناس عم تتمشى ما شاء الله. كثير حلو المنظر. الله اكبر، العزة لله. عجبني دجاج مشوي على اللهب. فرجيكم المنيو. احنا عادة بناندوز بناخذ هذا الصحن. خلصنا عشان الحمد لله رب العالمين. رائع جدا، حقيقة 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 انه كتير طيب. شوفوا انا كتير بحب ناندوز، بس هون اول مرة باكل عندهم، وعن جد اطيب من ناندوز كتير. نوع دجاج زاكي عندهم. هلا الصوصات هون لا مش كتير طيبة، ناندوز اطيب حقيقة، بس هون الدجاج نفسه زاكي زاكي زاكي. عندهم فروع في كافة أنحاء الدولة، يعني ما في مكان معين. أنتم بس حطوا على جوجل ماب جاليتوز وعلى طول بيطلع لكم أقرب مكان لكم. في بداية ما دخلنا على المول شفنا السوبر ماركت، وإحنا طالعين اشترينا كم غرض. السوبر ماركت بجنن، كبير كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أشياء لا حصر لها. أهل راس الخيمة اللي هون تعالوا عليه البسطوا، يعني عن جد رائع بفش القلب. بعد المول خلصنا من المول واجينا على واو. واو اصلا فاتح بدبي بالجميره وبمردف، وهلا فتح براس الخيمه. انا شهادتي فيهم مجروحه لاني انا بعشق هذا المكان. فرجيكم الحركات تاعتهم. هدول السندويشات الصغيره، شوفوا الاناقه والترتيب. هاي الاختراعات تاعتهم. حلا القهوة والله العظيم قد ما لكم طيبة طيبة. صح غالي ولكن عجيب. اللي ما بده كيكات كبيرة ممكن ياخذ من الكبس الصغار، بس كيكهم عجيب. كل كيكة أحلى من الثانية، كل كيكة أطيب من الثانية. هاي الكيكة رائعة رائعة. فرجيكم اياها من فوق. عجيبة هاي الكيكة، يعني هون تغرقوا في بحر الشوكولاتة. رائع المكان جدا، والحلويات طيبة كتير كتير عندهم. واحدة من أطيب حلويات حلا القهوة عندهم هذا النوع، فظيع. اوكي الحمام. أحمد شكل هالليلة السهرة يعني غير شكل. مين بيعرف يلعب هاند؟ أنا مش عارفة صراحة، نسيت زمان لعبت هاند. اوكي. ايش ابو معين؟ ايه عم نركز عم بيركز سؤال.
صباح الخير والفل والياسمين. مرحبين. جود مورنينج. نازلين نفطر. اول ما لقينا كورنر الاطفال. عجبتني حركة المربى هاي. حاطينهم بانكيك، كورن فليكس، شوكليت فليكس كمان، كرواسون ومافنز. يعني للاطفال ايش هيهيسوا. هلا جينا على كل الكبار. هون الوافلز ستيشن بس للوافلز. العصائر لا شكلها مش طازة، شكلها معلبة. مي، والأشياء الصحية. عارفين ايش هذا؟ هذا البذر تاع عباد الشمس، مقشر جاهز. هون اللي بحبوا السيريالز جاهزين. للكبار مربى اكثر، كثير حبيتها. عصير بلح، يعني تمر شيك شكله. عشاء الفول، حمص المتبل، فلافل. هاي ستيشن هون للبيض، اللي بده بيض عيون جاهز. الأومليت كمان بعملوها بطريقة اللي بتحبوها. هذا ايش؟ ادلي. والله شكله اشي هندي، ما بعرف منه. برضه هذا شكله اشي هندي تايلندي، ما بعرف. هذا رز صيني، بيض مسلوق، عصيدة. بس مش هيك احنا بنعرف العصيدة، بس يعني طريقة ثانية. سبحنا البنات، هلا جايين يلعبوا بالألعاب هناك. طبعا قلت لكم في ألعاب مائية، اللي بيحب الألعاب المائية بيقدر. هون طبعا كرة الشاطئ، مكان جميل. يعني الفندق عائلي عن جد، مناسب جدا لكل العيلة. البرك السباحة رائعة، ومدفين وحدة من البرك، فيعني الأطفال قاعدين بيلعبوا مبسوطين جدا. ولكن افطارهم صراحة لا، أقل من عادي، أقل من عادي. ويا ريت يعني أغلب الأشياء للأسف مش طيبة للأسف. مش كثير ناس عم تسبح بالبحر لأنه باردة المي. مركز الألعاب المائية على يساري هناك. فرجيكم الفلل. ليلي ومايا، يلا على المي. تعرفوا انه المشي على الرمال البحرية جدا مفيد للدورة الدموية. طبعا تمشوا حافين. رائع. متعب بس كويس للصحة، سبحان الله. افرجيكم حفيداتي قال شو عملوا لي. كسل قلعة من الرمال. شكرا ليلي ومايا، شكرا، كثير حلوة. يسلم ايديكم. المطعم إيطالي بجدارة زي ما بقولوا.
Hello, how are you? طبعا انا معجبه جدا بالموتورسايكل. شوفوا رجلين الطاوله ايش. البنات ما حبوا الفوتوتشين، يعني الصوص الجبنه كثير ثقيله كانت بالنسبه لهم. صاحبه المحل راحت غيرت لهم اياه بالشيء اللي هم بدهم اياه. اكلنا كان كتير زاكي، البيتزا بالذات المارغريتا كتير فظيعه زاكيه. البيتزا الثانيه شوي لحم ما عجبتني، بس غير هيك اوكي. الباستاهات كتير طيبين. الايس كريم البنات اخذوا ايس كريم بشهي. تيراميسو فظيعه فظيعه فظيعه. Thank you so much for everything. It's really really yummy. The tiramisu is unbelievable. Thank you. Good luck. Bye bye. رجعنا على الغرفة لقيناهم عاملين لنا هاي الحركة لذيذة والله. قديش حركة صغيرة بس حلوة كثير. بنتي غرفتها حاطين لها فيل، مش عارفة ابني شو حاطين له، مش عارفة. يا صباح الخير والفل والياسمين. اليوم الحمد لله اجينا بكير نفطر، الحمد لله فاضي. امبارح كان عجقة كثير زحمة ما شاء الله، وما عرفنا نقعد برا. كان زحمة وكان في غربان كثير، كان في غربان، فكان صعب بالنسبة لنا نقعد برا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الجو حلو كثير. الحمد لله رب العالمين. الله يديمها نعمة علينا وعليكم ويحفظها من الزوال يا رب. اجينا على المنار مول. منار مول قديم وعملوا له صيانه جديده، رينوفيشن جديد. واول ما دخلنا لقينا ذا كوفي كلاب، هذا الكافيه اللي بتحبه بنتي كثير في نيوزيلندا. يعني هم اهم مولين، النعيم مول اللي رحنا من اول امبارح، والمنار مول. النعيم مول على فكره في مطاعم جدا ممتازه للعلم. المول مرتب هون صراحة، حقيقة كتير مرتب. وحتى مش بس المطاعم اللي برا، حتى الفود كورت فيها مطاعم كتير ممتازة. هلا احنا الهدف بدي جايبة الحفيدات حبايبي الله يسعدهم ويرضى عنهم على محل الألعاب هون. كنتوا تلعبوا؟ مكان حلو مناسب للأعمار الصغيرة طبعا. هاي المنطقة للكبار شوي، يعني بيقدروا يلعبوا الكبار شوي. خلصنا التسوق الحمد لله وجينا تغدينا في الفود كورت حاتم وماكدونالدز. حاتم مطعم ايراني كباب صراحه زاكي كثير والخبز رائع، وماكدونالدز الصغار طبعا. والحمد لله رب العالمين. كمان شوي راجعين على الشارع، مش قادره افرجيكم الاكل صراحه لانه نسيت اصور قبل ما ناكل. الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب يا كريم.
الحمد لله رب العالمين. وصلنا الشارقة، رجعنا وقضينا إجازة ممتعة جدا في فندق ومنتجع هيلتون راس الخيمة. كل إشي فيه رائع ما عدا 3 شغلات. الشغلة الأولى الأسرة، إحنا ماخذين 3 غرف، الأسرة كلها مش مريحة، مع إنهم حطوا لنا مثلا 2 توبرز، يعني اللي هم زي الحاف حطوا لنا فوق السرير، بس برضه لا أسرتهم جدا سيئة للأسف يعني. وعلى فكرة هم رح يعملوا السنة الجاية صيانة مفروض. هاي شغلة. الشغلة الثانية، وانتم بكرامة التواليت قريب جدا على الحيط. السويت احنا لا، بس الغرف هيك، هي مشكلتهم العظيمة. الشغلة الثالثة هي الإفطار، صراحة أقل من عادي، كأنك بأوتيل 3 نجوم، أقل حتى أقل من عادي. هم عاملين هيك محطات بعيدة عن بعض، بس لو لميتهم مع بعض بيطلعوش طاولة سفرة. ولكن تعاملهم رائع حقيقة، الموظفين رائعين جدا، بس بدهم يخدمونا، بس بدهم يرضونا، يعني حقيقة كثير كثير ممتازين. برك السباحة عندهم ممتازة، الشط رائع. احنا اصلا لما رحنا اول مرة نفس الكومنتات، بس احنا رجعنا برك السباحة. الاسعار تقدر تشوفوها على بوكينج او تقدر تشوفوها على موقع الفندق. عموما هم كانوا عاملين عرض رائع جدا. احنا اخذنا الليله ب 600 درهم تقريبا الغرفه، مع الفطور مع الضرايب مع كله، فكان سعر ممتاز جدا. اضافه الى انه قلت لكم بركه سباحه رائعه والشط عندهم رائع جدا. بالنسبه لمواقع المطاعم اللي رحناها والمولات، كله بس حطوا على جوجل ماب، كله قريب على بعضه، يعني راس الخيمه اصلا هي صغيره مش كبيره. وحلوه كتير. نصيحة اللي بده يعمل إجازة عائلية يروح راس الخيمة. إحنا دائما ننزل بولدرف أستوريا، بس هالمرة كتير غالي علينا طبعا، 3 غرف كتير حيطلع غالي، بس صراحة إشي رائع جدا جدا. يعني قضينا 3 أيام براس الخيمة حلوين الحمد لله. الله يديمها علينا وعليكم نعمة ويحفظهم من الزوال يا رب.